هذه مدة غياب حكيم زياش بعد الإصابة. الجماهير المغربية على أعصابها وتنتظر من فارغ الصبر أخبار الجهاز الطبي للمنتخب المغربي للاطمئنان على النجم حكيم زياش بعد إصابته في المباراة ضد منتخب زامبيا التي تأهل فيها المغرب للدور الثاني، حيث سيصطدم في مباراة نارية مع جنوب إفريقيا. هل سيغيب زياش في مباراة جنوب إفريقيا؟ ما تم تأكيده إلى حدود اللحظة هو أنه تم نقل حكيم زياش إلى أبيجون في طائرة خاصة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والوقوف على حيثيات الإصابة التي نتمنى ألا تغيب حكيم زياش عن مباراة جنوب إفريقيا، حيث يعد نقطة قوة المنتخب المغربي. بعض التقارير الصحفية أكدت أن بعض المقربين من المنتخب يطمئنون المغاربة بأن الإصابة ليست خطيرة جدا وسيتم تجهيزه ليلعب المباراة. Batele